في معلومات ومقالات ظهرت بتقول ان ترتيب الفائزين اتسرب قبل الحفل، لكن الجهه المنظمه طلعت ونفت ده. ما تنساش ان في 2010 الناس شافت ان انيستا يستحق الجائزه، لكن ميسي خدها وده اثار جدل كبير. وفي 2020 ليفاندوفسكي عمل موسم خرافي والجائزه اتلغت بسبب كورونا. احيانا الاعلام بيركز على لاعب معين وده بيخلق جدل قبل الحفل. المحللين بيقولوا ان ديمبلي عنده الافضليه لانه كان جزء من فريق نجح بكل البطولات الكبيره، لكن يامال رغم ادائه القوي برضه ما عندوش نفس وزن البطولات الاوروبيه. صلاح ما جاش عشان هو اتواجد في القائمه تقدير لارقامه الفرديه، لكن غياب البطولات الكبيره والمنافسه الشرسه طبعا ده غير الاعلام خلاه بعيد عن اللقب. لجنه التصويت بتميل تركز على الوجوه الجديده، وصلاح مش في الشهره الاعلاميه زي زمان. البالون دور مش مجرد جايزه، ده رمز للمهاره والشهره واحيانا الغموض. اول فائز بالبالون دور كان ستانلي ماسيوس، وخدها مش بس على اساس البطولات لكن على الاداء والابداع في اللعب. في معلومات واقعيه بتدعم فوز ديمبلي، انما نقط الجدل الواقعيه لامين يامال كان منافس قوي جدا، والانتقادات ان الجائزه بتعتمد على مين بيكسب اكتر، مش بتعتمد على دايما مين الافضل.